في البوليدة الزاهية مدينة شروط، يا منبع الأبطال نسك رجالة، جينا لك بالقافلة جبنا مردود من بسكرة بطال جوك رحالة. تحية البساكرة صوت البارود يبقى مو الدخان داير حلحلة. ثقافتنا زاخرة يا من تعرفنا، وهذه هي سكرة جبت لقطة. من ولاية إلى ولاية تحط الرحال محملة بأبهى الألوان الشعبية الفولكلورية التقليدية والتراثية في حلة بسكرية عنوانها الأسبوع الثقافي لولاية بسكرة. عندما امتزجت حلاوة التمور البسكرية ورائحة الورود البليدية تشكل تناغم ثقافي وقعه صناع الثقافة البسكرية في أسبوعهم المميز بمدينة البليدة. شهد المركز التجاري باب الجمعة يوم 24 نوفمبر 2008 انطلاق الأسبوع الثقافي البسكري بمدينة البليدة، حاملا في طياته مفاجآت عديدة للزائر البليدي، كان أهمها الخيمة التقليدية، معارض مختلفة بالإضافة إلى عرض وثائقي عن الفاتح عقبة بن نافع الفهري.
أما عشاق الموسيقى والرقص فكانوا على موعد في هذا اليوم مع استعراض فولكلوري لكل الفرق المشاركة بساحة التوت.
سهرة اليوم الأول حضرها جمهور عريض شهد الافتتاح الرسمي لهذا الأسبوع الثقافي الذي أشرف عليه رئيس المجلس الشعبي البلدي لولاية البليدة، وشارك فيه عديد الفنانين والفرق المحلية التي نشطت هذه السهرة. مدينة الورود، مدينة العلامة سيدي أحمد الكبير الأندلسي مؤسس المدينة، ومدينة الفن مدينة الشيخ دحمان بن عاشور، مدينة الحاج محفوظ، مدينة الأستاذ الكبير رابح درياسة، مدينة الشيخ قسوم عبد القادر، مدينة الأستاذ عبد الرحمن عزيز والفنانة سلوى، مدينة الشهيد محمد توري الفنان المسرحي. وهنا في هذه المدينة الجميلة نحن أصحاب هذه الدار إذا استأذن إلينا أصحابها. باسمي وباسم أعضاء المجلس الشعبي لمدينة البليدة ورحب بضيوفنا الكرام المتواجدين معنا والوافدين من ولاية بسكرة لإحياء ليلة أسبوع ما سمي بأسبوع الثقافي. أتمنى للإخوة الكرام إقامة طيبة في مدينة البليدة باسمي وباسم سكان مدينة البليدة، وأتمنى أن نحسن ضيافتهم. بلدية الورود السيد محافظ مهرجان الفنون الشعبية لولاية البليدة وفي نفس الوقت مدير الثقافة الفاضل، السادة زملائي الفنانين من ولايتي الزيبان والبليدة ولاية الورود، أهلا بكم. السادة الصحافة ورجال الإعلام، الجمهور الكريم، مرحبا بكم في إطارنا أو مجالنا المفضل، المجال الثقافي. بفضل هذه السياسة الثقافية الوجيهة، أقول الوجيهة، التي خلقت ولا زالت تساهم في خلق تكامل وتواصل ثقافي بين مختلف شباب، وأقول شباب وأرددها شباب، ومثقفي الجزائر من شرقها إلى غربها. ها نحن نحل على ولاية الورود بورودنا الثقافية، بورودنا وظهورنا الثقافية من منطقة، ولا أقول ولاية، من منطقة الزبال الشاسعة. لا يمكن أن أختصر منطقة الزبال في ولاية بسكرة، فهي منطقة شاسعة جدا تربط بين الصحراء، عظمة الصحراء الجزائرية بغناها الثقافي الثري، بتراثها المادي واللامادي، وشمال منطقة بسكرة الأوراس وما أدراك ما الأوراس. إذا كان هناك من هدف نرجو أن نحققه هو التواصل الثقافي بين أبناء هذا الوطن العظيم. لا أطيل عليكم، نتمنى لكم إقامة طيبة عندنا لأنكم ضيوف من الآن وإلى يوم 30 عندنا. لا أزيد على هذه الكلمة لأنني ربما أطلت. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في ربوعنا الثقافية، وإن شاء الله تستمتعون طيلة أسبوع بثقافة وثراء مدينة ومنطقة الزبان التاريخية الأصيلة. وشكرا. والآن يتفضل السيد محافظ المهرجان المحلي للثقافات والفنون الشعبية لولاية البليدة السيد محمد العيد صمادي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. إذا مثل ما تفضل زميلي المحترم ومدير الثقافة لولاية بسكرة ومحافظ المهرجان المحلي للفنون والثقافات الشعبية، لن أطيل كثيرا، ولكن وأرحب مجددا بكل إخواننا وأخواتنا القادمين من ولاية بسكرة العتيقة. ودون إطالة وباسم السيد والي ولاية البليدة أعلن رسميا على افتتاح الأسبوع الثقافي لولاية بسكرة بولاية البليدة، وشكرا جزيلا. وتبادل ورود المحبة. العين السود خمرية سمراء، وحواجب على العين دارو هلالة،
وفوق كتاف شعور رابط مغفورة وكم مسابق طيب للي في قبالها. والباس الهمة زاد في الهمة كبرى وبالشعر الملحون عنها قوالة وملاحف في الوان بانوا سحارة وحزام البثرور سلك ويتلالة وتكليلة ومسلوت في وذن البطرة وخرص القصة والعواشق شعالة والشد والشنبير والقشطة سرة والخمري منسوج بالدك وخلالة والمدور لماع والحولي سترة ومشبك وصوار فضة وخلالة وجحاف على البن فاتت سيارة ومرحول الخودات في مسورة والجحفة موجات ماحت بالعطرة وتتبع في خطوات لحجة العدالة ورجال البارود بالباس الفخرة وكيف رسام طيور حام وميالة من راس المشوار دار قبارة وهرب يا علال جو الخيالة والعربي والقادسي ما هم عرة ودخانك حذين داير ظلالة. يا سيل نوريك الصحراء وين تكون الفرسان وين تكون الرتعة الخضراء وين تصيب الغزلان وين تكون الرملة الصفراء وين تصيب الويدان وين تكون البنت السمراء وين تصيب شجعان. يا سيد نعطي لك نظرة ما تبقاش حيران حوس غير في بالسكرة شوف نخل الزيبان دقلة نور اللي مشهورة ذهبية العظم يبان والحنة ورقية عطرة تواتي منهم عرسان. رجال النخوة والنعرة والعهدة والأمان وبرانيس من الوبرة وقناطير الكتان لباس البداوة فخرة تحفوها بالشيشان وحراير بالفضة النقرة وملاحف والعيبان والقضيفة سترة حمراء وقفاطن من الألوان وسخاب العنبر للحرة والخلخال الرنان والحان والخانة في خد العذراء بالوشام تزيان سبحانه خالق ذا الصورة ربي عظيم الشان بالسكرة عروسة بكرة عنها قال الفنان يا سعد اللي قام بزورة شور عزيزة الأوطان 07 يا من تقرأ رمز بلادي وعنوان رقم الولاية المذكورة هي عروس الزيبان. يا فاطمة فاطمة يا فاطمة يا فاطمة فاطمة يا فاطمة من عم الأولى شافها البلدي يشهدها ما الصابرين واللي مروا في الاشفار نفرش ونربطها
الوصفة الغنائية الفلكلورية. في اليوم الموالي استمرت المعارض التي حملت الثقافة البسكرية على طبق من ذهب وقدمتها للزائرين فنون تشكيلية، مخطوطات قديمة، حلويات، أكلات شعبية، آلات موسيقية، أفرشة وزرابي وألبسة تقليدية وأواني فخارية. وتربعت على عرش مملكة الثقافة البسكرية تمور اختلفت أنواعها واتفقت حلاوتها. وعلى هامش المعرض كانت الاستعراضات الفولكلورية للفرق المحلية حاضرة لتعطي صبغة خاصة أمتعت الحضور. إيجابي الإنسان يعني يكون عنده فرصة للتواجد في هذا المكان، خاصة مع الأسبوع الثقافي لولاية السكرة عروس الزبان. يعني ربما الجمهور البوليدي هنا تكون له فرصة أنه في ظرف وجيز يقدر يشوف هذا الزخم، هذا الموروث الثقافي الحضاري اللي تزخر به المنطقة، خاصة بالنسبة للخيمة بحضور هكذا. هذه فرصة يعني فرصة طيبة، تكون فرصة للتبادل، الاحتكاك، الوقوف على صناعات تقليدية للمنطقة. وربما نشكر جماعة السكرة على المبادرة تاعهم الطيبة هذه، ونقول لهم مرحبا بكم عندنا. العصر اللي أنا فيه عصر العولمة وعصر الانسلاخ من تقاليد الأمة،
هذه الأسابيع الثقافية تساعد الفرد الجزائري والأسرة الجزائرية على الرجوع إلى أصالتها وثقافتها الموروثة منذ الأزل. واحد أن المعرض هنا فيه أشياء جد قيمة، وكان السبب الدخول تاعي الوحيد هو المخطوطات اللي هي مخطوطات فعلا نادرة وقيمة للباحثين وحتى للنشر. أما حضور المسرح الجهوي فكانوا على موعد، والحفل الفني الذي أحياه فنانو ولاية بسكرة وفرقها الفولكلورية. اللي يشوفك يبقى يتعجب، ربي وشكرك ربي وشكرك، السيفة زينة وقدك يعجب، لون القروتك لون القروتك، اللي يشوفك يبقى يتعجب، ربي وشكرك ربي وشكرك، السيفة زينة وقدك يعجب، لون القروتك لون القروتك لون القروتك، يا زهرة الأزهار من حسنك وبهاك حتى الوالد غاب، لون القروتك يا زهرة الأزهار من حسنك وبهاك حتى الوالد غاب، وانتي 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 ما عندك خبر ما عندك خبر، يلي انتي 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 صفة القمر تكوي بالنظر، اسمعتي ناس وقلتي ناس وما عندك خبر ما عندك خبر. برجال بلادي ما ننده، برجال بلادي ما ننده، برجال بلادي بداين عطار سيادي الله الله، برجال بلادي لا ننده، برجال بلادي لا ننده، برجال بلادي بداين عطار سيادي ما ننده، ربي المعبود ليس من غيرك موجود في بالسكة، سبع الرمود زرزر كسام الويدان الله الله، برجال بلادي لا ننده، برجال بلادي لا ننده، برجال بلادي بداين عطار سيادي ما ننده، يا سيدي عقبة انده ربي رد الغربة وبركتكم يا غالي النسبة، سيدي عقبة يا سلطان الله الله، يا بي راني مريض ومقواني، يا بي والحال ضاق عليا، يا بي راني مريض ومقواني، يا بي والحال ضاق عليا، يا بي راني مريض ومقواني، يا بي والحال ضاق عليا، راني مريض ومقواني، يا بي والحال ضاق عليا، يا ما راني مريض
شكرا جمهورنا اللي لبيتوا الدعوه. شد حزامك راه طاح قبالي وقلبي منك ما لقاش دواه، شفار عيونك زايده في بالي ويا ويل اللي شافها مقواه. زمان في لمعاني وقالوا عربة زمان في الامثال، اللي حب الزين راه يعاني ويصبر الكيات ولمحان. شد حزامك راه طاح قبالي وقلبي منك ما لقاش دواه، شفار عيونك زايدة في بالي ويا ويل اللي شاف. على بنت الصحراء يا محلاها حسن جمالها مهماها، بنت الصحراء يا محلاها حسن جمالها مهماها، بنت البدوية مغناها يا سمرا زينك فتاها، بنت البدوية مغناها يا سمرا زينك فتاها.
فيها يوم آخر خصصته الفرق الفولكلورية المحلية لتنشط فيه عبر بلديات البليدة من بني شعبان إلى واد العليق ومن بني ثامو إلى بن خليل وغيرها، لتوصل الثقافة البسكرية عبر نغماتها ورقصاتها لمن كانت بعد المسافة بينهم وبين عاصمة الولاية حائلا لحضور هذا الأسبوع الثقافي. سهرة هذا اليوم وقعها أبو الفنون الفن الرابع، فكانت قاعة مسرح محمد توري شاهدة على عرض مسرحي مميز بعنوان زواج.com. المسرح وأبناء المسرح أبناء الخشبة. وحدة كمان تكون عليكم وتدي موظف في البلدية. إبراهيم
تنقص في المستشفى اللي نخدم فيه. جمعنا بين صفة الولد ضعيف وعليه خنقرو. كان طويل عريض ليبون وعنده يا خوتي عنده وعنده واحد المصطار وعنده واحد المصطار شلبته يقف عليه من الصعب. كانت عندي تجربة كبيرة، كنت ندير في تجربة حول الحيوانات. على بالك باللي نلقى في الحيوانات تطلب الصور الدراهم كالعباد. طلعيق يا خوتي عيني عندك. طلعيقة؟ أنا ندير في ديروشاش كبيرة، شعر طاق منهم تقولي لي طلعيقة. سمعني يا أخي الشاش تاعك. نلقى القط يطلب الدراهم، القط كي يطلب وش يقول؟ يقول 100 100 100 والكلب كي يطلب وش يقول؟ يقول الفل والمعزة حتى المعزة انت تطلب الدراهم. يعني المعزة تطلب تقول 600. البقرة ثاني تطلب الدراهم. البقرة تقول مليون. وزيد يكتشف الذيب يطلع للجبل، الذيب يطلب ويقول لورو. واش اللي ميت بالشر؟ اسمعني وقف معنا. قول يا ابراهيم وين قلت لي نروحوا نديروا فواياج دونونس. شوفي فواياج دونونس اللي نديروه لك واحد ما دارو العروسه نتاعو. صحيح قلت لي انت وين تحبي تروحي تروحي. وين تحبي تروحي؟ اي بلاصه دي هنا. وين تحبي تروحي؟ انا حابه نروح لمصر. على انا حابه نروح لمصر وحابه نشوف الاهرامات، حابه نشوف النيل، حابه على من اهرامات والنيل نديك لبلاصه احسن بلاصه في العالم، مش من مصر هذه. نديك للشريعه في البليده. راهم عاملين لك عمل كبير طرفيه وربطيهولك في رجل النمالة، والنمالة تالعة في الصحراء في البر الخالي. لازمتني نلحي لك العمل هذا. جيب لي فروج اكحل وعنده القرون، وجيب لي روضة تاع تركتور. العربي بن خلفة المسرحي. تحية حارة في الدور الرائع. في اليوم الموالي وبالمركز التجاري الدعوة كانت مفتوحة للجميع إلى مائدة بسكرية زينتها أطباق تقليدية، فكل الأنظار اتجهت إلى الدبارة والشخشوخة وتلذذت بهما الأعين قبل أن تذوقهما الألسنة. وتميز هذا اليوم بحضور كثيف للجمهور البوليدي.
تتبعنا كل تظاهرات ثقافية من شعر أو غناء أو حتى مختلف العروض التي قدمت، والتي أبرزت مختلف لوحات التي تعبر عن النمط. بهذه المناسبة احنا لاحظنا بأن الأسبوع كان ناجح جدا، ولاحظنا إقبال تاع المواطنين سكان مدينة البوليدة. وبالمناسبة أشكر القافلة التي الأسبوع الثقافي هذا اللي كان في ولاية بليدة ainsi que les communes limitrophes اللي تابعوا بن خليل وهذا الليل، داروا دورة عندنا كانت لاباس بها، كانت في المستوى. عاصمة الثمور في عاصمة الورود، شيء جميل. وبشكرة معروفة بالرصيد الثقافي الواسع والهام تاعها، بشكرة غنية، بشكرة سيدي عقبة، بشكرة الثقافة المتنوعة والمتعددة، بشكرة الشعر الملحون، بشكرة بن قيطون وما أكثر. إذا ما يمكن قوله حول الأسبوع الثقافي لولاية بسكرة، أولا الملاحظة الأولى واللي نقولوها بكل فخر واعتزاز، لاحظنا الانضباط، النظام، أهداف واضحة الملامح، وتميزت حقيقة ولاية بسكرة بالنسبة لكل الولايات التي استقبلتها ولاية البوليدة من حيث عمق العمل الثقافي وعمق الأهداف الثقافية، وكل ما قدم للجمهور البوليدي أو مواطني ولاية البوليدة بصفة عامة من أوجه ثقافية لمنطقة الزبان وللجزائر بصفة عامة. حقيقة بالنسبة لولاية بسكرة فعلامة كاملة على هذا الأسبوع، وأمنيتنا إن شاء الله أن تتكرر هذه التبادلات بين ولاية البوليدة وولاية بسكرة إن شاء الله. في أمسية هذا اليوم كان للتاريخ مكان خاص عبر محاضرة حول مسيرة الثورة بمنطقة الزاب ومدينة بسكرة، كشفت الكثير من الخبايا والحقائق عن تاريخ السكرة. تقسيم التراب باش كل منطقة تكلف باش تكون فيها جيش، تكون فيها نظام، تكون فيها ثورة، ثم في مؤتمر سمان غير وأصبح العدد تسمية ولاية، وأصبح وتتوي الغام في حسب بحبح في ولاية الجلطة تحت رعاية السيد فخامة رئيس الجمهورية، وجه لي الدعوة وحضرت، وبحضور السلطات المدنية والعسكرية وكذلك السفراء المعتمدين في الجزائر والمنظمات الدولية. هو عدد الألغام الموجودة في الجزائر 11 مليون لغة، وعدد السكان تاع الجزائر في الملايين. قالوا يا أبنائي، وقيادة النواحي تضم المنطقة 4 نواحي، وكل ناحية تضم 4 قسمات، وللناحية مجلسها المشكل من ملازم ثاني قائد الناحية و3 ملازمين أولين. المرور إلى آبائنا وسادتنا السيد رئيس السيد محمد العيد صمالي بتقديم أخذ الشهادات باسم أعضاء مجلس الشعبي لمدينة البوليدة. أرحب بآباء المجاهدين من ولاية البوليدة ومن ولاية بسكرة الذين جاءونا ضيوفا وقد أفادونا بمعلومات لم نكن نعرفها عن الثورة الجزائرية، مما بعث فينا الهم هذا الأسبوع الذي كان مليء بالنشاطات الثقافية. سمح لنا أن نزور مدينة بسكرة دون أن ننتقل من خلال العروض الفنية ومن خلال المعرض الذي قدم لمختلف النشاطات ومختلف الصناعات التقليدية. أتمنى أن تكون هذه المدينة أعجبت زوارها. السهرة الختامية للأسبوع الثقافي البسكري بولاية البوليدة كانت تكريمية، وزعت فيها الجوائز والشهادات وباقات الورود الفواحة لكل الفاعلين في هذا الأسبوع. وقد أتحف السهرة الختامية كباقي السهرات حضور مميز للفنان المميز الأزهر الجلالي، الذي تجاوب مع نغماته كل من حضر هذه السهرة التي حملت شعارا نادى به منذ زمن الحاج رابح درياسة: احنا أولاد الجزائر خاوة في كل بلاد.
ليبقى هذا الأسبوع جسرا للتواصل الثقافي تمده بسكرة أينما حطت عبر الربوع الجزائرية.